لو فاكر ان الاخصائي الشاطر بيتقاس بعدد السعرات اللي بيحسبها، يبقى لازم تفكر تاني. السر مش بس في العلم، السر في الطريقة اللي بيعاملك بيها. خليني احكي لك قصة هتعرفك اهمية السوفت سكيلز في مجال اخصائي التغذية. احمد راح لاخصائي تغذية قبل كده، لكن للاسف خرج من عنده محبط. ليه يا ترى؟ لان الاخصائي كان بيتكلم بلغة معقدة، ما كانش بيسمع كويس، وما كانش عنده صبر على اسئلة احمد الكتيرة. النتيجة، احمد ما كملش معاه. في المرة التانية أحمد جرب يروح لأخصائي تاني. الفرق كان واضح من أول دقيقة. الأخصائي ابتسم له وقال له أنا هنا عشان أسمعك قبل ما أتكلم. ودي أول مهارة، إنك تسمع قبل ما تتكلم. لما أحمد بدأ يحكي عن مشاكله، الأخصائي حسسه إنه فاهمه فعلا، وهنا ظهرت التعاطف والذكاء العاطفي. بعدها شرح له الخطة الغذائية بطريقة بسيطة وسهلة مبسطة على أحمد عشان يفهم هيعمل إيه كويس. ودي مهارة التواصل الواضح. ولما أحمد اتردد وقال إنه مش متأكد إنه هل هيقدر يلتزم بالدايت ولا لأ، الأخصائي شجعه وقال له هنمشي خطوة بخطوة وأنا معاك. وهنا يبان دور التحفيز وبناء الثقة. في المتابعة، لما أحمد كان متوتر علشان محققش النتيجة الكاملة، الأخصائي طمنه كل تقدم صغير هو خطوة لقدام. ودي مهارة إدارة المواقف الصعبة والصبر. أحمد خرج من الجلسة دي مش بس بخطة غذائية، خرج بطاقة وثقة وحماس إنه يكمل. ودي هي قوة السوفت سكيلز، هي اللي بتحول علاقتك بالعميل من مجرد أخصائي ومريض لشراكة حقيقية في رحلة التغيير. وبكده تكون عرفت السوفت سكيلز والتكنيكال سكيلز لوظيفة أخصائي التغذية، وتقدر تفرق عن غيرك وتكون دايما كالعادة سابق بخطوة.